بسم الله الرحمن الرحيم. متتبعي قناه خلاص عبد القادر، مرحبا بكم. تنطلقوا بجديد في حلقه جديده. واحد المراه كانت خدامه في واحد المعمل، بنت كانت خدامه في معمل، اي ما كانتش مزوجه، كانت عازبه، وكانت هذه البنت فقيره، وكانت خدامه في واحد المعمل، وكانت جميله، وكانت عندها قامه وقوام كما تيقولوا، وكانت جميله. واحد الكابران اللي غنقولوا ديال الخدامه، كابران ديال المعمل، خدامه، اغتنم فرصه ديال انها فقيره، اغتنم فرصه ديال انها محتاجه ذاك العمل، عارفه بانها ذاك العمل ما عندها فين تهرب عليه، وما عندها شي شغل اخر ديرو من غيره، عارفه بانها فقيره ومحتاجه. هنا كان هو صارم في العمل ديالو مع الخدامات، وكانوا كلشي تيخاف منه. الى بروفيتي، اغتنم فرصه في السلطه اللي عنده، وبقى يتقرب من ديك البنت، بقى يتقرب منها، وداك المعمل فيه واحد العدد كبير ديال البنات خدامين. هاد البنت مسكينه، هذاك السيد عجباتو، وفكر باش يربط معها علاقه، وجعل منها خليله، ونجح بداك الشيء. نجح. هو كان عنده سلطه، هاد البنت يوقفها 3 ايام ميزابي، هاد البنت يوقفها 4 ايام، هاد البنت بقى 5 ايام، وهي بقات واخا دير شي غلطه تيميك عليها، ولكن تيرمز ليها، يعطيها شي بوست في الخدمه اللي شويه ما فيش تماره، يقول لها شوفي الا بغيتي تغيبي غدا غير غيبي، الا كنت مثلا سيري غنحسبوك الفلوس ديالك. داز ليها من ناحيه ديال العمل ديالها، وناحيه ديال الفلوس ديالها، وناحيه كذا كذا، وما عندها ما دير، وديما تنقول اش قد يدير الميت قدام اللي تيغسلو، الميت قدام تيغسلو، واخا يخوي عليه الماء بارد، يخوي عليه الماء سخون، واخا يضرو، واخا كدا ما عنده ما يدير. هي هكاك وقع عليها مسكينه، وسبلت راسها عليه، وعطات راسها عليه، ودار منها خليله، ولا تيديها لواحد المكان خاص به، وتيمارس عليها اللي بغا، وظلات صاحبته، وهي مسكينه عمرها ما شافت الزواج. عمرها ما شافت الزواج، مع انها كانت ماجور، اي ما كانتش قصيره، ولكن ما كانتش عارفه التبعات ديال داكشي اللي تدير، وما كانتش راده بالها، وما كانتش تتفكر ربما توقع شي مشكله. حتى واحد المره تفاجات بانها حامل منه، بقات من تيعاودوا يتلاقاو تتقول لي انا راه حامله. مره تيقول لها صافي انا دابا ندبر لك واحد الدواء، نشوف مع واحد صاحبي فارماسيان يعطيك واحد الدواء باش تحيديه، مره انا غادي نشوف كي غندير، مره كذا كذا، تيجيب لها شي دواء تاخذه، تتبقى تسنى، تتقول لها ودي راك انا ما باقي حامل، بلا ما نهضروا الكلمه اللي تتفصل الحمل على ادمه، بان انا واخا تجيني تندوز الشهر باقي حامله، كما تيقول ما تيجيش حق الشهر. تتقول لي هذا الهضره هو ما تعطيهاش اهميه، هو غادي في الحياه ديالو، راجل فاسق مخمر، يشرب مع راسو ويجي مطرشق ليه، يقول له هبطي معايا اليوم، اجي تيدي غدا قال لك ما تجيش، بغيتي تجي دير هذا الشيء في جيبك، انا ستك السويع، انا كذا. الفقر عند ديك السيده، الفقر والتماره ديال ديك السيده، والعذاب اللي هي فيه، وحمله مسؤوليه ديال العائله، هبطت راسها عليه. الوقت اللي جات بانت البنت كرشها وحملات، وبانت كرشها، وفاتت 4 شهور، اضطرات باش تقول لي اودي اجي ندوزو الاشهاد، راه الكينات ما قدامنا والو، نجهدوا هاد الدريه هادي، نجهدوا هاد الشيء اللي في كرشي. تيقول لها كي الفلوس سير دبر انت، شوف شي واحد اللي جهدك، وداك الشيء عطا الله اللي جهدو. بقات تتسول هنا وهنا، ما انها دارت العشوب ودارت هادي ما قداش ليها. عطات راسها الطبيب قال لها طلب بنتي ما يمكنش. الاطباء مشاو تيقول لها لا، صحتك ما تسمحلكش، وحنا لا درنا شي حاجه غنخرجوا عليك نجهدوك، ولا غنديروا شي حاجه خصك عمليه، وخصك كذا. تجي ترجع عنده تتقول لها ودي اش قال لي، وتقول لي الا بغيتي العمليه تطلب قدا وقدا، تقول لها ملي غنجيب لك انا الفلوس، انا كابرا انا ندبر لك انا كذا ما كذا، وغيعدي وهادي. لما وصلت 5 شهور خرج عليها الباطون كبير ديال المعمل، وقال لها ودي هذيك راه بغات تلصقني وكذا، هي تمشي مع كل واحد، وانا درت واحد الغلطه ومشيت معاها ودرت معاها وفعلت معاها، ودابا هاد خيتي بغات تلصقني وبغات دير. هذاك المعلم ساعدو، وبقاو تيديروا لها لي كومبين لديك السيده، وتيوقفوا العام، وتيوقفوا شي 4 ولا 5 معاه زعما تيدخلوا وسطهم. اليوم غدا حتى طردوها. السيده طردات من العمل، وطردات وهي حامل، وكرشها بقات تتبان، رغم انها بقات تكبر الجلابه ديالها باش ما تبانش، وتجات لدارهم، وتمشي عنده تيقول لها وسيري انا نهضر مع المعلم دابا يردك، تاخذ راه ما رديناهمش، ودابا الخدمه راه واقفه وراك شتي عينك، وبقات تيدفعها. اضطرت مسكينه بدات تخدم، تمشي لعندك العامله ديال البيوت، تتصف معاهم، تشوف شي خدمه تخدمها وترجع.
هو من كيتلاقى بها وتمشي عنده تيقول لها ديري هذه في جيبك، كيدير هذه في جيبك، ديري اختي هذه في جيبك، سيري غسيلي دابا، سيري حيدي لي من هنا، حيدي من هنا، بقى تيدفع فيها. اليوم غداو البنت خايفه من الشبهه وخايفه من المخزن، تقول انا لو ولدت غادي يشدوني البوليس، انا غندير كذا كذا، وانا اش غندي منه، وهو راه كابران والباترون معاه، وبقات تقول هذا الشيء هذا. هاد الحالات اللي تنعاود لكم اللي هما ماشي في المسطره، ولكن تنعاود لكم لان الحادث كان شهود، كانوا ناس اللي خدامين معاهم اللي خدام معاها، وكانت واحد صاحبتها هي اللي تتعاود لها، وصاحبتها هي اللي حكات هذا الشيء للبوليس، تتعاود لها القصه ديالها. صاحبتها تقول لها دعي، تقول لها ما بقاش غنتشوه وانا كذا وانا عمري ما تزوجت وانا كذا وانا كذا. في الاخر بقات ولدات. لما ولدات مخبيه في دارهم، وجابوا القاوله لدارهم وجابتها مع ديك صاحبتها وولدات بنيه. قالت لي شوف، قالت لها صاحبتها شوفي انا حاجه غنقول لك، غادي نمشي نحطها قدامه في ذاك المعمل، غنهزها ونحط البنت وغنحطها مخبيه، وغادي يجيو البوليس يقلبوا ويقول لي شوف اللي كانت حامله هي فلانه، ولا كانت حامله مع الكابران، بصات اللي بغى يكون وخليهم يديو ولا هذا ولا هذا. قالت لها اختي غدي انت البنت اللي غدي، ولكن انا غنغبر، انا خصني نغبر، انا ما بقاش نواجه البوليس، ما بقاش نواجه هذه، نقدر نواجه هذه. كانوا بنات بكري وباقيين دابا البنات تيصحابوا بزاف، تيصحابوا بان الولاده غير الشرعيه فيها الحبس. انا تنقول راه ما تنزعمش انا البنات باش يحملوا ونقول غنحملوا ما تخافوش راه ما كاينش الحبس، لا ماشي كنهضر انا مع ناس، مع بنات مكلخين، تنهضر مع الناس اللي بعقلهم وبنات اللي ثابتين. تنقول بانه اذا كتب الله حمل غير شرعي، اذا تكتب شي حمل غير شرعي ومشيتي بغيتي تولدي، سيري ولدي في الماتيرنيتي، راه ما تيدوكش للحبس، راه تيجيو الحمد لله اليوم بوليسيات، ماشي حتى بوليسيات، وتيدخلوا عندك تما وتيشدوك محضر، تيقول لك واش غتابعيني محملك، واش عرفتي شكون اللي حملك، واش غدي ولا تخليه هنا في السبيطار، والصلاه على النبي. تيقول عندك واحد 40 يوم الا كنتي غدير شي متابعه او شي حاجه او كان اجي عندنا الكوميساريه، بغي هاد الدري ما طرميش ما يديرش محسوب عليك، بغيت تخليه هنا خليه هنايا نقطه الحليب، خليه السبيطار، راه هادشي اللي كاين، هذا القانون. بقاش بعدا تقول لك لا بنت غيدوني البوليس وديروا المحكمه وديروا ليا وتمشي تحطو في الزنقه. هادو مشات هذيك البنت هزاتو وحطاتو قدام المعمل، هزات بنيه ولات بنيه، شدتها صاحبتها وكملتها حطاتها قدام المعمل. الاخرى حطاتها البنيه وانصرفت. جاو الصباح البوليس عيطوا عليهم، قال لهم واحد البنيه هنا ما هنا ما هنا. البوليس لقاو بنيه باقا حيه، شدوها وهزوها لنقطه الحليب وبدا لونكيت في عين المكان البحث. هذيك السيده تقدمت عند البوليس الدائره اللي جاو لعين المكان، حيت كانوا تيقول لهم اللي عنده شي معلومات فين يجي عندنا. سولوا شي بنات قالوا تجيو عندنا حتى نتوما. شي وحده تيقول كانت حامله وداوها حتى هي، الحامله تقول انا ولدتو وراه عند عمتي، الاخرى تقول لهم انا ولدتو وطلقت من الراجل اللي كان مشكوك فيه، لان المعمل فيه بنات بزاف اللي كانوا مشكوك فيهم، ولكن هذيك تقدمت عندهم وقالت لهم، جات عندهم قالت لهم شوف انا تعرف واحد البنت صاحبتي حملات، وكانت معايا قصته، حملت مع الكابران، ويمكن هي جات حطته تما وراه ولدت هاد الايام، شوف لي بغات دوز. البوليس نعتات لهم دارهم، هي زعما بغات ليها ليها، فكرت مزيان جيب الكابران، ما لقاوش البنت ما لقاوهاش، هزت حويجاتها مسكينه رغم انها نافسه وغبرت، خافت لان اخرى قالت اعطيني الدري نحط، اعطيني البنت نحطها قدام المعمل وانا اللي غنشوفه، وما تخافيش البوليس قولي ملي كاين. الاخرى قالت لي انا ما نقدش، قالت له اعطيني البنت واش تربيها، قالت لي لا عطيها شي حد، لا صافي اعطيني البنت دخل سوق راسك. خدات من عندها البنت وهي البنت يلاه دارت ديك الساعه واحد 12 يوم ولا 15 يوم وما عندها، وهزاتها وداتها حطاتها. البنت الاخرى هربات، ما بقاتش بانت. عيطوا الكابران حسب الشهاده ديال ديك السيده، الكابران ضربها بالكرا، قال لهم سيدي السيده هذه تجي تقول لي انا خرجتها من الخدمه، البنت سيدي بغات دينا تسرقيت انا في المعمل ولات هنايا ديال الفوضى ديال اللي بغات، لا طردناها نهائيا. واش طردت انا تهمني تخيتي تقول لك انا سيدي انا موجود. ديك الساعه ما كانش لا دين باش غيديروا لا دين وداك الشيء، ديك الساعه كان القضيه مبنيه على الاعتراف او عذابه. هو ضربها بالكرا ولاتي تنبئ ان هذيك البنت كانت غير واحد خيتي كانت هنا في المعمل تدير لينا وتجبد البنات تتصرقيت وانا كذا كذا وكذا كذا وجريت عليها. هاد صاحبتها اللي بغات تشهد فيا راه بغات تنتقم مني وما عندها دير ليا. الاخرى تقول لي انا صاحبتي، تقول لك انت كنتي معاها وانت حملتها. البوليس ما عندهم ما يديروا ان المعنيه بالامر اللي غتجي تاكد هاد الهضره ما كاينه شيء. وديك البنت كتضحك ديك الشهاده. غير البنات اللي تما في المعمل تيقولوا بانها شهدات فيه وبقات خدامه، حيت البنات ساندوها في المعمل تيقولوا لا خرجتوا فلان خرجوا كاملين، والمعمل خاف خلى هذيك البنت خدامه رغم انها اتاكت، حيت كاين البنات اللي عندهم شخصيه وكاين اللي عندهم واحد كما نقولوا الرجوله. هذه البنت هذه انا من خلال الناس اللي هضروا معايا في هذه القصه العدوليه كانت واحد البنت في المستوى، الا الاخرى مسكينه خافت وهربت في مشات الله اعلم. تيقولوا عندها شي عائله كانت في النواحي ديال النواحي ديال واتسون كما قالوا، مشات عندهم
ولكن يقول الناس، ولكن هي هربت. انا تنفكر ديك البنيه هربانه وهي نفسها 15 يوم، كيفاش حالتها مسكينه؟ واش غتمشي تخدم؟ واش غتمشي تخدم شي بلاصه 15 يوم ديال النفاس؟ حنا ماشي، واخا هادشي ما خصوش حتى الابتسامه، حنا ما خصناش نهضروا على النفس، لان ما يهضر على النفس ويعرف حق النفس الا اللي ولدات، اللي كانت نفسها. غير حنا الرجال خصنا نخدموا في واحد القضيه ديال الولاده، العذاب ديال الولاده، الجوع اللي تتبع الولاده، الجوع اللي تتبع الولاده. من بعد المراه تتنفس من نفسها، لما يلاه تتولد شحال تيبغيو ياكلوا. ديروا حساب بهذا الشيء. انا كنت من القصيري، وواحد النهار دخلنا للماتيرنيتي على واحد السيده، ذاك الوقت كانت ولدات ولاده غير شرعيه، درنا عليها محضر حنا خارجين، قالوا واحد الجعيرات اسي الخباز، جبنا شي حاجه ناكلوها، وقالوا عيالات نفسي. ماشي عند واحد مول الدجاج، انا ماشي تنزكي نفسي هنا ولا تنشكر نفسي، شي عادي. مثلا نعطيو امثله بحال هادشي. مشيت عند واحد تيبيع الدجاج، وخديت شي شويه دجاج، وخديت شي 4 ديال الدجاج، الدجاجات مشويين، وكيكثر الفريت وكثر الخبز وكثر داكشي هذا، وجدتو دوك العيالات، ودخلت عندهم واحد الطابله وسط داك الصالون، فيه مثلا 3 دعيات من هنا و4 دعيات من هنا، بزاف العيالات نفسات، ودخلت حطيت لهم داكشي فوق الطابله، حيت وحده نفسها وحده وليدها باقي حدا تتوجع، حطيت داكشي وفرتتو، وبقيت نهضر مع ديك البنت. لا تاكل، تنقول شوف ما تخميش وما تخافيش، هذاك اللي غيدير لك هادشي اجي عندي، وغادي نبحثوا نجيبوه نخدموا المحكمه وندير نبحث معاه. ودوك العيالات كيفاش تياكلوا، كيفاش كان خصهم ياكلوا؟ وانا جيت انا واحد السيد كان خصهم ياكلوا يحشموا قدامنا، لانهم نفسات غياكلوا بالشويه حتى نخرجوا حنا، والله ما داوها فينا مساكن، وتاكلوا بواحد اللهفه وبواحد التخاطيف. هنا لما تهضر، هضرت مع ذاك الوقت، هضرت مع الوالده الله يرحمها، ومن بعد هضرت مع مولاة الدار، تقول لك راه جوع النفسه، الجوع العليا ديال النفسه ما تقدوش تحدوا الجوع ديال النفسه، وما تقدش تعرف. ماشي حنا رجال ما نقدروش نعرفوا الجوع ديال النفسه، وما نقدروش نعرفوا العذاب ديال الولاده. الله يسمحنا من الوالدين، العذاب ديال الولاده، العذاب كيف هذوك العيالات تيكونوا يتعذبوا، يكونوا يغوتوا، والعذاب الفشل تيفشلوا، ما تيبقاوش يقدروا يخدموا، ما تيقدروش ينوضوا يخدموا، تطلب واحد الوقت مساكين تيبقاو مجبدين 6 ايام 7 ايام مجبدين. كانوا والدينا بكري تيعاودونا على هذا الشيء، على هذه الثمره هذه. ولكن ربما انا قلت لكم هذا الكلام هذا وانا تنحسس لكم شي حاجه فيها الالم، ولكن غنقول لكم واحد المستملحه انا ندخلها لكم. واحد النهار كانت واحد السيده ولدت في السجن، درت شي جريمه وكتبوا عليها الله المكتب، ولدت في السجن، وماشي حملات، ماشي حامله، تشدات اعتقلت وهي حامله، درت واحد الجريمه. ولما بغاو تولد داوها قسم التوليد، هنا تيعسوا عليها واحد الجناح خاص، تبقى ديك المراه خاص المساجن هي بوحدها جالسه تما ومعها بوليسي. حنا جينا الشرطه القضائيه ناخذوا من عندها واحد المحضر، نصنتوا لها بمحضر، لقينا واحد المراه في الكولوار واقفه شاده في واحد الحديد تتوجع من ولادها، الوجع ديال الولاده واعر، تقول يا ربي يا ربي يا ربي. انا ما عرفتش بغيت نسولك لا فين تيكون البوليسي هنا جالس. قالت لي واش البوليسي لا اساس على المراه خويا؟ قلت ليه وراه هو خويا تما، وديك المراه اللي جابوها من الحبس وراه هي يا خويا تما، وراها مع البوليسي، وراه سيروا عندها خويا. مسكينه دخلت ذاك الالم ديك يا ربي دخلتها في الارشاد اللي غتعطينا وتقولها بداك الالم ديالها، وسيروا خويا وراها يا خويا تما، وراها معها البوليسي، والله يا ربي دخلت شي تما. انا ما ضحكش والله، شاهد ذاك الوقت ربما ضحك دابا، قلت الله يسمح لنا من الوالدين ونطلب منكم تقول الله يسمح لنا من الوالدين. الواحد فكر في والديه، فكر غير ديك الثمره ديال ديك الحمل ديال 9 شهور وديك العذاب ديال الاولاد، واخا نديروا يدنا ما نخافوش ليهم. هذيك البنت مسكينه مشات وخرجت، قالت له جابوه ضربها بالنكاره، واكثرهم ناكرون كما نقولوا، دوك النكارات موجودين، دوك اللي تيحملوا البنت وينكروا موجودين بزاف كاينين. يولدوا يطلع الجبل، واش انا بغات تلصق فيا ولا؟ الحمد لله اليوم ما بقاش تلصق فيا، اليوم كاين لادين علم جديد الحمد لله. عندنا حنا في المغرب عند المدير العام الوطني وعند الدرك الملكي يقول لك هذه بنتك ولا ماشي بنتك. حيت دابا ولينا حنا تنوصلوا حتى اللي في الكرش واش ذكر او انثى، عرفوا ما يسهل علينا. دابا يعطيو هذيك حامله، ولا بغا يخدموا عليها يقولوا هذيك الحامله اللي الدري اللي داخل ولدك، ماشي عاد تيتولد. كاين طرق الحمد لله، طرق عاديه، ولات في المحاكم عاديه. الا قالت ماشي ولدي يجيب لاضيين يقول انت ولدك راسك الناس 100% كاع ما يبقى واحد يقلب. ولكن هذاك الوقت ما كانش، ولكن خاينه فلت بديك الضربه ديالو وما لقاوش المراه اللي غتواجهو، ما لقاوهاش، وصلت هو مشى في حالته، مشى لكابران. هذيك البنيه كما قلنا هزوها داوها للسبيطار. نقطه الحليب تتسمى نقطه الحليب، فين تيكون الدري الصغار الدري الصغيورين
تكون واحد جوج ديال الصغور تقول لنا المحسنين وهذه العواشر ما فيها باس، تاخذوا شويه ديال ليكوش، شريو شويه ديال ليكوش، ديو الحليب وديو حليوه وديو كذا، اللي عنده ديك نقطه الحليب في البلاد ديالو في المستشفى ديالو. كاين مستشفيات كلهم فيهم المستشفيات الكبيره اللي عندنا، لا في قنيطره ولا في الرباط لا في كازا لا في السويسي لا في كذا، لا كاع لي ماتيرنيتي اليوم ديال الدوله، راه كاين واحد الدراري تما متخلى عنهم من طرف والديهم، متخلى عنهم لقاهم في الشارع، دراري صغار باقيين تيرضعوا باقيين هو الحمد لله هناك ممرضات انا شفتهم معاهم من داخل تيباتوا حداهم وتيباتوا معاهم، كيديروا لا بيرمانون جوج ثلاثه الممرضات وسط دوك الدراري 20 30 دري وسط دوك الممرضات، هذا بكا تتقلبوا هذه يديروا لي كوش، هذا تيديروا الرضاعه، هذا تيعطيهم. كاين بعض المحسنين اللي انا شفتهم تيجيبوا لي كوش تيجيبوا الحليب وتيجيبوا تيعاونوا، نقولوا الدوله تيعاونوها، واحسن حسنه ديرها في واحد اللي ما تعرفش شيء وهذاك الدري الصغير. داو ديك البنت نقطه الحليب وخلاها في نقطه الحليب، وجات واحد السيده جات تطلب بانها بغات تربي بنت، دارت داك الامل القانوني اللي يسمح، كاين واحد الوقت قانوني اللي تيسمح بان هذه البنت يمكن يربيها شي حد، وقالوا لها اجي عندنا وحط الطلب ديالها. وجات ديك السيده من بعد، انا لما تنقول هذه الهضره هذه تنبين المسطره ديال التربيه كيفاش تكون، اللي بغى يربي باش ناكدوا عافاك كما قلت لكم خصنا نهضروا في المسطره شويه باش يعرفوها الناس. لما الواحد تيبغي يربي تيدير طلب وتيحطوا في الماتيرنيتي، في الاداره ديال الماتيرنيتي تيتقدم عندهم تقول انا ودي بغيت نربي وبغيت نربي ولد ولا بنت اي كذا. بون العمل ديال واش داخل المغرب خارج المغرب في كاين. بون هنا لما تيلقاو ليه الدري تيعيطوا المعني بالامر وتيقول له لقينا لك الدري، ولكن حنا غنصوب واحد الملف غنعرضوا على السيد وكيل الملك، ملف فيه انت تقول او هذه المره تقول انا بغيت نربي هذه البنيه وهذه البنيه بغيت نربيها، وبانه يمكن لكم تخليوا ليها الهويه ديال الام ديالها اللي جابتها، الام ديال سرقه الهويه، تيعرضوا على السيد وكيل الملك. هذا القانون هذا راه معروف، القانون راه شوفوه في القانون الجنائي تشوفوه كفاله الاطفال المهملين، قانون كفاله الاطفال المهملين، شوفوا القانون الجنائي العام غتلقاو كفاله القانون المهملين، وفي المسطره الجنائيه غتلقاو الطريقه ديال كيفاش تتعمل هذه الكفاله ديال الاطفال المهملين. بالنسبه لضباط السلطه القضائيه والناس اللي يبغوا يسولوا هذا الشيء، كفاله الاطفال المهملين هو القانون اللي تيحدد وتيبين كيفاش نربيو. السيد وكيل الملك لما تيجيه داك الطلب تيعطيه للبوليس، البوليس يقول هذا السيد اللي بغى مربي تيدير عليه واحد لونكيت، اولا يكون مغربي ما يكونش اجنبي، الا كان اجنبي خصو يكون مسلم وما عندوش حق باش نحضيو داك الدري ما يخرجش على الاسلام ما يدوزش لديانه اخرى، ولا كان مغربي تنشوفوا السوابق اللي عنده شنو تيدير شنو تيخدم. هاد الافات تيديروا البوليس تيبوانتيو البوليس هما اللي تيقلبوا وتيستدعيو وتيدير مع لونكيت وتيبحثوا منه بغيت تربي مرا ولا راجل بغيت تربي راجل كاش تيدير هذه ما هذه واش مسلم واش كذا واش كذا واش هذا، ما نعطيوش اجنبي يدير المسيحيه ولا يدير شي حاجه ولا الديانه اليهوديه ولا كذا، على اين تيدير البحث واش المعيشه ديالو شنو خدمته، تيدير واحد البحث تمشي داك البحث تيدوز البحث الثاني ديال المساعده الاجتماعيه. المساعده الاجتماعيه تعرفوهم تيكونوا في الزوبيتو تيكونوا داكشي، تمشي ديك المساعده الاجتماعيه تنتقل للدار ديال المعني بالامر، تقول الدار اللي عايش فيها الدري، الدار اللي عايش فيها الدري نشوف واش دوك الناس كيفاش عايشين، واش قادين يعيشوا، واش قادين ياكلوا، واش قادين يصبنوا ليه، واش عندهم الاكتفاء الغذائي، واش عندهم اكتفاء امني في الدار، ماشي شي دار عامره بالشماكريه تيولدوا يصمكوا وهذا تينقز من البوتو بيع الماتش ريحه الكارو عاطيه في الدار، ما يمكنش هذا نعطيو عنده بيت واحد كوزينه وفي ثلاثه دراري نزيدوا عندنا دري اخر، ما يمكنش. خصها يكون واحد الامن الغذائي عندك الدري وامن امني، ويكون بانهم قادين باش يقرروا ويداويوا وكذا وكذا وكذا. هنا حتى تتم القضيه. هادشي اللي وقع، ديك السيده تقدمات بهذا الطلب هذا ودارت هذه المسطره هذه وعطاوها البنيه داتها. ديك المراه ما عندهاش حتى شي ولد وما عندهاش حتى شي بنت، وكانت متفقه مع راجلها باش تربي. راجلها تيقول لها انا ردي بالك، انا الا بغيتي تربي غتربي لي ولد ما تربيش بنت، الا ربيتي بنت راه غيكون مشكل. المراه تقول لي دابا اللي عطا الله عطا، حنا لقينا بنت قدامنا جبناها، انا بغيت بنت. وقع واحد المشكل في الدار، وكان قصه بحال هذه اللي نعاود لكم من بعد، قصه بحال هذه نعاود لكم من بعد ديال وحده ربات بنت عاود ما ولد بغى الراجل، وقع مشكل كبير ادى الى الطلاق، ان شاء الله نعاود لكم. هذيك المراه رباتها ودات ديك البنيه. هذيك المراه جات عندها دارها في المغرب وتجي لها في العطله ديالها، وهي المراه لاباس عليها والرجل لاباس عليه، هما كبار ومتقاعدين في العمل ديالهم، هما اجرين خدامين في الخارج وتيجيو، وكانوا حاطين باش يربيو وربوا ديك البنيه وربوها ومشاو داوها.
صابوا ريقاتهم ودوها لبرا، لكن صابوا ريقاتهم تعرفوا على امها وامها اش تدير والعنوان ديال امها وكذا وكذا وكذا، دوها للخارج. البنت بقات عايشه معاهم في الخارج. ديك امها مسكينه من بعد جات لدارهم، هي كانت خايفه وهربانه، جات لدارهم وما عندها ما يوقع لها، وبقات تخدم في البيوت عند الناس، عامله بيوت. ولكن وانا بغات نسالي هذيك البنت ديالها، حتى تلقى في صاحبتها تقول لها شوفي بنتك راه نهار اللي تعطات للسيده والسيده داتها للخارج، راه ما تقدرش تخمي ولا تخافي، راه ما داوش شي وحدين يتكرسوا عليها ولا كذا وكذا، ودوك الناس مزيانين والناس ديال الخير، وانا كنت حاضره معاهم وهضرت معاهم نداو، راه تبعت لك البنيه ديالك فاش انت هربتي، تبعتها ودوك الناس بخير، وقال لك شوفي راه حنا ما نذكروش هاد البنت على والديها، نهار تكبر بغيت تعرف عليهم تعرف عليهم وتخرج نحيدوا علينا. ولكن الاخرى ما تتبلش ليها، وبقات في هذيك البنيه ديالها. مشات الايام مع الايام وداز شهور سنوات وسنوات وسنوات، وديك البنت ديما تجي عندهم وتمشي معاهم، تجي عندهم وتمشي معاهم. هذيك الام في البحث ديالها مشات تتسول وتتسقسي حتى على راسها، اتصلت بعض الناس ممرضين اللي شافوا ذاك الريجست وقالوا ودي هذوك راه فعلا فين عايشين ولا عندهم الدار في المغرب في هذه المدينه اللي انت فيها فين كاينه. عرفت الدار ديال دوك الناس، تدوز عليهم بعض المرات ديما تيبان لك الدار مسدودين وما كاين حد تما. بعض المرات تيبان لها الدار محلوله، كاين شي خروج ودخول، ولكن ما تتزعمش تزيد عندهم، ما تتقدش تزيد عندهم. تتصور مع امراه تقول لها وسيلي شوفي بنتك، تتصور معها تقول واش انت حمقى، نمشي ندخل نقول لهم هذه بنتي، بقات بين شدي ورد. تزوجات واحد الزواج مخسر ما صدقش، وعاشت مع واحد السيد واحد الوقت نساها شويه بنتها، من بعد طلقها لانها ما ولدتش. وعلاش ما ولدتش؟ ربما التاثير ديال ذاك الحمل الاول والمصائب اللي دوزات اثر عليها نفسانيا وما ولدتش. ربما ما بغاتش تولد، كانت تدير حبوب ديال منع الحمل وما ولدتش، ولكن ما ولدتش وطلقات. الوقت اللي طلقات رجعت حليمه للعاده القديمه، رجعت تخدم في الديور هنا وهنا وهنا وهنا. هذه حياتها، قضيه دازت 19 عام. 19 عام هنا السيده قررت باش تشوف بنتها باي وجه كان، وهي باقا مع علاقه مع ديك صاحبتها ديما. قالت لها شوفي انا قررت البنت راه عندها 19 عام، حتى واحد ما يقول لي قاصره غتخرجي عليها ولا قاصره اش بغيتي عندها ولا غادي تحرميها ولا كذا، وانا ما نقدش نجيب هذيك البنت عندي تعيش معايا، لان كانت في فرنسا وعايشه يمكن مزيان في فرنسا وكاينه مالين فيها، وديك الدار اللي ساكن فيها انا تنشوفها بالجردة كذا تيجيو ليها مره في الشهر، مره في العام، شهر في العام ولا شهرين في العام. انا ما نقدش شيء، ولكن خصني نشوف بنتي باي وجه كان. هنا واحد النهار مشات مع صاحبتها ومشاو تقول هذيك الدار، حدات لهم واحد المراه دخلتهم، قالت لها لا بغينا نشرح لك واحد القضيه، بغينا نشرح لك القضيه بوحدكم. تتقول الصديقه ديالها بان السيده داتهم الحديقه وجلستهم، قالت لهم انا نقول. هذيك بقات غير تتبكي، الاخرى قالت لها لا راه كاين واحد المشكل كبير، راه البنيه اللي نتوما مربيين ولا خليتهم من السبيطار في التاريخ الفلاني بهذه الورقه هي جبناها من السبيطار، راه هي بنتها. وهذه البنت القصه ديالها كيفاش وقعت، واحد الكابران دار فيها ودار فيها ودار فيها، داك الكابران راه باقي موجود ولكن حنا ماشي شغلنا فيه، راه باقي حي، راه حنا ولاد هذه المدينه وانتم ولاد المدينه، ولكن هذه البنت راه بنتها امها. وهاش كاين. السيده قالت لهم غدا ان شاء الله راجل مسافر، كاين غدا ان شاء الله غتجيو عندي وغتكون راجلي هنايا وغتكون بنتي هنايا ونهضروا في هذا الموضوع. حنا فعلا هذيك البنت خديناها من السبيطار في ذاك التاريخ بالاسم ديالك انت كامها، هادشي ما تنكروش شيء، ولكن خصني نعرف بنتي على هادشي كله نعرفو، ولان حنا كاين البنتنا وعمرنا كذبنا عليها، كذبنا على موقعة منوعات، قلنا لها انت راه خديناك من هذا لان البنت حتى في الشبه ما تتشبهش لينا شويه، وقلنا لها انت راه خديناك بنتي، امك راه تخلات عليك قدام واحد باب المعمل واش وقع وهذا الشيء في خبرها. والبنت راه قاريه الحمد لله ومثقفه وواعيه، وبنتي ما تلقاو معها حتى شي مشكل، واخا هي بنتكم هذه الام بيولوجيه ديالها وهذه الام التبني. هنا جاو لغدا تلقاو الراجل جالس والبنت جالسه، العائله جالسه. ديك المراه قالت لهم هذه، قالت لها شوفي يا بنتي انا هضرت معاك على هذا المراه قبل ما تجي، وانا نعاود نقول لك عليها، هاد السيده اش كاين ولا عطاتنا واحد التاريخ مضبوط والاسم مضبوط هو اللي في الريجستر هو اللي عندنا حنايا، هذه هي امك. هذيك البنت نقد ديك المراه في الاول، ولكن جلسات وهضرت معاها، قالت لها علاش تخليتي عليا؟ واش انا كبرت ودرت لك شي زبله وما بغيتينيش وجريتي عليا من حقك؟ واش انا كنت صغيره وكنت ندير لك المشاكل او درت لك شي حاجه وجيتي عليا؟ علاش وانا الحيمه صغيره وجيتي عليا وحطيتيني قدام العمر في الارض؟ علاش جيتي عليا؟ علاش؟ الاخرى قالت لها ودي انا كنت خايفه تقتل البنت ولا ترميها في الخلا، مشيت حطيتها انا اللي عاونتها، حطيتها قدام العمل ديال باها،
قدام المعمل، وانا اللي شوهته راه ديناه للبوليس ودينا للكوميساريه وجرجرناه، ولكن رجعت عند المهربات. فقلت لهم انا خفت وهربت، ما بقيتش رجعت مشيت نخدم في المدن، ما بقيتش رجعت، خفت نشد في البوليس وخفت نشد. البنت قالت لي انا ما تنسمحش لك، انا خليتيني مصوته وخليتيني هذا وخليتيني كذا. نعم دابا انا نقول واحد القضيه، لكن انت امي، انا تنقول انت امي، ولكن انا امي هي هذه اللي شدتني وانا في القماط وكبرتني وقرتني وداتني لفرنسا وداتني. شوفي حالتك انت دابا كي دايره، يمكن غنولي اكثر منك، ولكن هذا لا يمنع بانه لما نجيو الصيف ديما غنشوفك وغادي نعاونك من لهيه بشي حاجه كأم، ونطلع عليك شي حاجه اخرى. راه ما كاينه شيء باش نعيش معاك ونجي عندك، ما كاينه شيء. السيده قالت لي لا، عمري ما تمنيت باش تعيشي معايا ولا باش تجي عندي. الحمد لله قلبي برد لما شفتك. وهنا تنقول واحد السيده عندي معها اتصال هاد الايام تتقول حمله شرعي في 85 وجابته هنا حطته في المستشفى الادريسي 85 وبغات غير تعرف ذاك الولد. هي ولدت بغات غير تعرف وقالت لي عاوني السي خراز، بغيت نعرف ذاك الولد. قلت لها ودي عطيني واحد الوقت، دابا لا واش الخدمه بزاف، انا غادي نعاونك، غادي نمشي لك الريجستر ونقلبوا الريجستر، ربما نلقاو العائله اللي دات. وقالت الحرقه ديالي غير تبرد، بغيتها غير تبرد. ومراه لاباس عليها موظفه قالت لي غير تبرد، بغيت نشوفوا لي عن بعد، نشوفوا عن بعد راه هو، وما نعاودش نهضر عليه ونتكلم عليه. بغيت نعرف حي ولا ميت ونشوف شكون هذا الدري. انا غادي نشوف، ولكن واش الملفات ديال 84 85 باقي، واش دوك الريجستر باقيين؟ العلم لا باقي، ما بديتش في هذه الاماني وغنبدا فيها ان شاء الله. نتمنى لها خير ان شاء الله، كانت تسمعني. على اي البنت قالت لي هذا هو الاتفاق اللي متفقين معك لالا، ومن بعد ما كاين والو. مشات ديك السيده في حالتها، قال لها بحدنا هذه الايام حنا هنا في المغرب، اجي عندنا بقيت جي عندنا، اش تديري دابا؟ قالت لها تنخدم في الدور. قالت لها بحدنا هنا اجي خدمي عندنا. بقات ديك السيده تطفيق الصباح تجي عندهم، تدخل مع المطبخ يلبسوها وتهلاو فيها وطاو حوايج، ولا تعتبروها بانها كذا، ومشات وهذا وصافروا الناس وخلاو لها حوايج، دخلوا بزاف الحاجات، وتعاملت مع بنتها ومشات. العام الثاني جات نفس القضيه، كانوا تيصيفطوا لها من هنا تيشوفوا، جات البنت من جديد، عاوتاني جات امها، بقات تتعاونهم، هما تيجلسوا شهر شهرين تتعاونهم وداك الشيء. وهي دير واحد الغلطه ما خصهاش ديرها، وهي تمشي عند داك بوها هذاك الكابران، مشات عنده، ماشي البنت اللي مشات، المراه مشات عند بوات البنت، مشات بوات البنت مشات عند الكابران المعمل، وباقي تما خدام مع راسو، شارف واحد هذا، ودخلت عنده قالت لي بغيت نهضر معاك. قال لها شنو؟ قالت لي دابا تعرفني مزيان، تعرفك مزيان. قالت لي ما جيتش عندك باش نقول لك ديك البنت ديال اللي ولدت اللي نكرتي، جيت عندك باش نقول لك اعطيني مصاري ديالها، ولا نوضرها جات بغيتك دير في حال مدنيه ولا كذا وكذا. بغيت غير نخبرك حيد عليا واحد التقليد، بنتك كاينه وموجوده وانا دابا تنعيش معاها، مشات لفرنسا ودات وراه عايشه مزيان في فرنسا، وراه واقفه، وراه عندها مستوى عالي في الثقافه، وقرات الحمد لله، وجات هنا واتصلت بهم، والان تمشي عندهم للدار وتنجلس حدا بنتي نشوفها، تنشبع منها شوفان، وتناكل معاها وتنقاد لها حوايجها، وديراني بحال ديراني امها بصح، تتعاملني بصح. شوف الحمد لله كي وليت تيجيو ما خاصني حتى شي حاجه. سير حي التقليد عليك، وسير عند البنت، وقدم راسك كيما قدمت راسي، وقول لي انا باك يا بنتي، وما تنكرش كيما نكرتي عند البوليس وضربتيها بالنكره. سير قول لها انا باك وعرف بنتك بها. كانت غلطه فادحه دارتها. العفو. الفيتامينات، داك الفيتامين سي وداك الشيء المسوس. العفو. هذا راه غير دواء تنشربوه، غير دواء. بحال واحد المره شربت العصير الليمون، العصير الليمون قال لك لا انت ما عرفتي، هذا مره تشوف حماره واحد تيدير هذا الدواء حار حي. على اي انا الاخر الكبران تا هو بجوجهم، وديك الخدمه تيدي منها 4 ريال وما طفروش. اش دار في راسو؟ قال هذه بنتي في الخارج، غادي نمشي عندها ونقول انا باك ونشرح لها كيفاش وقع، وكاين اللي تعطي لها هذه كيبغيك تعطيها الفلوس وتعطيها اللي بغات، يتفكروا باهم تما، واخا يجيبوا لي غير واحد الصباط 43، يجيبوا لي شي فيستات كوستيم، يجيبوا لي كوستيم، وبقى تيدور في راسو ذاك البلان واحد الاسبوع، ويعيط عليها واحد نمشي عندها، قال لها وريني الدار. قالت له، قالت لي ها الدار يلاه تمشي لها. مشات لها دخلوا، لقات هذوك الناس دخلوا، قالت لها واحد السيد بغا يهضر معاكم. قالت لها ايه زيد تفضل. جلست بنتها وسط دوك الناس، قالت لها شوفي لالا، الراجل اللي كان حملني بهاد البنت ديك اللي كون في المعمل فين حطيت بنتي هو هذا، انا بغا يهضر معاكم. قال لها بنتي انا ما نكذبش عليك، انا هو باك الصراحه، انا حملت هاد المراه هذه، حملتها لي، قالت لي ولدت بنت، وانا خفت ما لو نكرت عند البوليس الصراحه، كرتك ماشي بنتي، كرت، ولكن جات عندي وشرحت لي وقالت لي بنت انا هو باك. قالت لي انت هو با؟ قلت لها ولا جيتي دابا ونكرتيها ذاك الوقت ونكرتيها لا جيتي.
وجيت واش نقول لك انا باك، قالت الاخرى علاش جبتي انتيا؟ شنو من ربح عندك دابا انتيا؟ انت جبتيه لينا حنا، شنو عندك انت من ربح جايبه لنا هاد البوهالي هذا؟ علاش جبتيه عندنا للدار؟ شنو ربحتي انتيا؟ شنو غتوريني با؟ شنو؟ انت فقستيني ونغصتيني في حياتي لما بنتي كيشوكه، بنتي قلتي انا امك، شو حالتك كي دايره؟ وزايداني انت جايبه لي تخينه تقولي هذا باك. شنو دابا؟ شنو هاد الوالدين ديالي اللي بصح شمو منكم؟ قالت لي غتمشي بحالك انت وياه دابا غتشوف حالكم، وما نعاودش نشوفك هنايا، ما نعاودش نشوفك في الدار، بغيتكم تخرجوا دابا، خرجوا عليا. وناض البنت تقوت، هذاك كتقول نخرجوا انا سيدي، خرجوا الله يرحم والديك، خرجوا، رمات لي حوايجها برا، قالت لي خرجي عليا، سير انت وياه، ما تتقلبي عليه من جديد وجايبه ليا، وجرت عليهم. واش وقع من بعد؟ داك السيد باع ديك الدار، باعها ولم يدع الله اثر من بعد. واش تحلوا شي مدينه؟ واش مابقاوش تيجيو للمغرب؟ الله اعلم، رحلهم ديك الدور، تفارقوا مع ديك السيده، ما بقاش تيشوفوها. من خلال شاهده تقول ندمات ديك الندمه وضعافت وتهلكت، ما بقاش تقدر تخدم، وعرفت راسها دارت غلطه كبيره، والبنت مشات والدار تباعت وسكنوا فيها ناس اخرين. فين مشاو دوك الناس الله اعلم. اذا ما يمكنش هذيك الدار تباع، ولا ديك البنت ضغطوا عليها، هي اللي ضغطت على ديك العائله، قالت لهم بيعوا هاد الدار، فضيوا مع هاد الناس، غرقوا لنا حياتنا، الله يعاونهم. نشوف حالتهم، شدها تجيبو، لا جايباه وجه احمر، هذا هو اللي سرق لكم، بغا تقول هذا هو اللي سرق لكم واحد النهار الدار، هذا هو اللي مدخل لكم العافيه للدار، لا جايباه. هاد البنت غتعرفوا كاع، الله غتعرفوا حيد التقليد. انا ما تنفهمش شنو هو التقليد، والله واحد ما قدش يشرح لي التقليد، حيد عليا التقليد. واحد البنت، شوف هاد التقليد اش دار، هاد التقليد حقيقه المخزن تيخدم القانون ديالو، تيقول بان شي واحد يبغي يربيو شي واحد، كاين ناس تيربيوها بينو وبينهم بلا تدخل ديال المحكمه وداك الشيء، بينو وبين تعطيو تيفضلوا الاولاد، تيديو معاهم فرنسا ولا يخليهم هنا ولا يديهم شي بلاد اخرى ما عرفت. وكاين ناس تيدوزوا بطريقه قانونيه، تيمشيو كيما قلت لكم تيديروا الطلبه وقال المالي كذا كذا، تياخذوا الدري، والدري تيبقى عايش معاهم. الدري تيعيش معاهم ما تيقولوش ليه، باش يبقى يقول ليه من صغرو عنده 7 سنين، يقولوا ليه وليدي انوار انا ماشي امك، شتي امك واحد المراه حطاتك، شتي الغابه اللي في الدوره الجرده تما حطاتك بنت كيما قلت لكم دابا، رباتها واحد السيده، مات الاب اللي غنقولوا الاب ديال ديك الرجل، ديك المراه مات، كانت تقول لي امي، وديك البنت قرات، مشات للجامعه وسكنات ومشات تقرا استاذه جامعيه، تقري في الجامعه استاذه جامعيه. وديك السيده تزوجات وسكنات مع راجلها في دارها، راجلها سكن معها في الفيلا ديالها، هو تعاونوا على الفيلا هي وراجلها وسكنوا، ولدا 2 وليدات. هذه قصه عشناها. واحد النهار ديك امها كبرات وعايشه معاهم، وهي تقول لها بنتي بغيت نهضر معاك. قالت لها ايه؟ قالت لها انا ماشي امك. قالت لها كيفاش؟ قالت لها ماشي امك. قالت لها عاودي لي كيفاش وقع؟ حنا بنتي كانت واحد السيده حطاتك في هادي، حطات حدا المارشي وشداتك هذاك الدري ودخلت لدارها وعدت عليا، وانا كنت بغيت نربي، وجا قالت لي هذا هي لقينا حدا المارشي محطوطه، وكانوا جاو البوليس وكانوا كذا، ديك المراه تبعتهم قالت لهم انا مزوقه فيكم واحد السيده بغات تربي، وما مساكن اللي عاونونا، ومشينا وخديتها وربيتها وكذا وطاطا. قالت لها علاش قلتي لي هادشي؟ علاش قلتي لي؟ قالت لها نحيد التقليد. قالت لها التقليد؟ قلتي لي انت ماشي امي. قالت لها لا ماشي امك. وانا قلت لها هادشي، قالت لها نحيد لك التقليد. قالت لها شكون السيده اللي كانت معك في ذاك الوقت اللي قلتي لي هزيتو ومشدها؟ قالت لها فلانه، نوريها لك، ها فين ساكنه. دات لذاك الحي القديم، لقاو ديك المراه كبيره، وجا قالت لها ايه يا بنيتي حنا لقيناك ومشينا ديالك السبيطار وداك الشيء وهذا. هزت امها وداتها للعجزه، شات العجزه قالت لها امي ما تعيش معايا، واللي بغا يكون ما تعيش معايا، نصرف عليها ولا نعطيها ولا نخلصكم ولا هذا خلاتها في العجزه. قالت لها ما تدخليش عندي، هرستيني في حياتي وفرعتيني في حياتي ودوختيني وقلبتيني. واحد الدري تنعرفو انا رباه واحد المخزني ما كانش تيولد، ومن بعد داك المخزني رباه من كبر عاد مرته ولدات دعوات ولا شي حاجه، ولدت شي 3 البنات. وداك المخزني مرته دارت هاد اللعبه ديال نحيد التقليد. واحد النهار داك الدري تمشي للمدرسه وتيجي تيقرا، يقول لي حنا راه مربينك، فين لقيناك والحومه كلها عارفاها، ما كانش عارفاها. بدا تيدير واحد البحث مع الحومه وتيسول، تيقول لي وليدي راك مربي راه فلان عارفها. مابقاش تيقرا، ولا تيقول بغيت امي، والو تجيبوا لي والديا والو، ولا ترسلوا المعن، وحق الله العظيم ما خرج هذيك العائله.
مات داك المخزني وطلب لهم الدار تبيع، ودخلوا في واحد المتاهات، ولا تلقى خواتاتهم مسكين وحده موظفه تلقى ديال الفلوس، داروا واحد الكارثه ولا شمكان. اخر ما لقيته قبل ما يموت لقيته مع واحد خينا تيبيع شطر بدون رخصه، كنا خدامين في الليل حاله وسكاتريست. اش تديرنا؟ تنعاون هذا لا كان شي حاجه. وكنا حنا جينا نشوفوا هذاك واش عنده شطر، دخلنا عليه لقينا النار ما عندوش، ولكن لقيته تما. يعني انا خبيش عليك ما تيجيب شطر تنبيع معاه. قلت له صاحبي تقرا وكذا وكذا، قال لي تقرا ويقول لي انا غمربي كلشي تيقول لي حرامي في الدرب. انا حرامي في الدرب. شوف الخرجه كي دايره. اش غنقولوا هنايا؟ اش غنقولوا؟ اش غتقولوا لي انتم؟ اش غتقولوا لي؟ لما الدرب انت تربيه من الحيمه قدك كتربيه وتبقى ساقر ساقر ساقر، الدرب تيقول لك با، تقول لامي امي، تقول با امي، وما بان حتى شي واحد طالب به وحتى شي واحد ما جا عنده. الى الدري كبر واكتشف في عقد ازدياد، اكتشف انا ما يحتاج عقد ازدياد، تغيصوب لاكارت ولا غيولي تيفهم، وتقول له ودي الصراحه راه امك ماتت مثلا وراه هي فلانه او باقا حيه هي فلانه، تلقاو معاه شي حل. اما الدري باقي مسكين هو في مراهقه ولا شي حاجه، واحد النهار وحيد لك التقليد، حيد التقليد نعطوه ماشي امك. وتخيل انت، تخيل انت ولا انت اللي جالسين قدامي، تخيل امك تقول لك اوليدي انا راه ماشي امك. كيفاش ماشي امك؟ يلا تخيل، دير راسك براس دوك الناس. ديك الساعه شحال من واحد نحارف، ديك الساعه شحال من واحد ولا واحد اخر وما عرفتش انا. ربما شي واحد غيقول لك لا التقليد سي خراس، راه التقليد خصو يتحيد، خصو يتحيد التقليد، حيد التقليد. انا قلت لكم هذيك صيفطها كانت عايشه في النعيم شرط الخيريه. حنا قلنا لكم هذا القصه ديال اليوم. حنا شفنا هاد السيده اللي دخلت في التقليد في نصها، ولقات عائله طيبه ولقات بنت طيبه وحضنوها وخدموها عندهم واعترفت امها وتعطيها مشات جابت لها الاخر يقول لها باك هو هذا. انا خذ ناكرك خليه ناكرها الى يوم الدين. عاد غيدير اش غيدير بها هو دابا؟ اشنو غيدير؟ يعطيها عقد ازدياد ولا غيعاود يكسب؟ الى يوم الدين غيمشي. دوز لك الويل، دوز لك الحال، خدم مع داركم. تيقولوا هي من مشات من دارهم ما رجعت لقات امها ماتت. يلاه بلاش جيرات. نتمنى من الله دريسها توصل. ودابا غيوقع شق بيني بين الناس ديال ربي ما تربيش نبي الاوصى ان التبني ما يكون شيء الا القانون تيقول. غيكون واحد النقاش في هذا الشيء هذا. هذاك النقاش اش غنقول لكم؟ انا ماشي عالم اجتماعي وليس مفتي، انا رجل اسرد القضايا اللي عندها علاقه بالجرائم والقضايا اللي شبه جرائم بحال هذه شبه جرائم نقولوا، لان حتى واحد دخل الحبس حتى واحد ما دار هذه ولا دار هذه. ونهضروا اليوم على واحد القضيه داخله في هذا الموضوع. القصه ديالها سهلات. الخوت من تيموتوا الوالدين. تلاحظوا واحد الظاهره تتوقع بزاف عندنا في المجتمع ديالنا، ولكن صراحه لم تكن المجتمع ديالنا، في المجتمعات ديالنا، في المجتمع الفرنسي والامريكي وفلسطيني وجميع، لما تيموتوا الوالدين تيتفرقوا الدراري. تلاحظوا بزاف لما تيكونوا والدين تيكونوا ولاد مجمعين. الوالد كاين والده كاينه، هذا واخا مجوج بوحدو تيجي يشكى لامو، هذا تيجي يطلع لامو، هذا تطلع لاخوه، هذا كيسول في خوه. ولكن كثير من العائلات لما تيموتوا الوالدين الخوت يتفرقوا، ما تيبقى لا زياره بعضياتهم، لا هذا يشوف هذا واش مريض كيفاش داير. وكاين اللي ما تعرفش ولاد خوه، لسبب من الاسباب ما تعرفش ولاد خوه. يقد يقول ما عرفش ولاد خويا مجرمين، يقولوا ولاد خويا مجرمين سمعت عليهم بانهم خرجوا مجرمين وخرجوا تيديروا مشاكل يدخلوا الحبس، ما بينوش وبينهم. بالنسبه لي انا شنو نعرف بعد منهم واخا متفقين، ولكن اخ نبقى معاه في اتصال. خلينا نقول ولادو هو نبقى معاه في اتصال، الاخت تبقى معاه في اتصال، لانه من غادي يموت الواحد من بعد ما ماتوا والديه شكون اللي غيحضر الجنازه؟ مرته ونسابو وخوتو وخواتاتو، راه هما اللي غيبكيو، هما اللي غيبقى فيهم الحال. وكاين اللي غيندم، كاين اللي غيجي اخوه عاد جا هذاك خوه انا ما شفناه اخوه هذاك اصاحبي، لا والله ما اخو ما تيجيش عنده، لا خو تيجي اخو السلامه، تيقول للناس اخ ديالك ياك اخويا لاباس بخير انت، راه كان عايش مسكين في الدار الله مرضى، عاد خوتو يبقى يبكي ليه ولا اختو تبقى به، مازال الخواتات عندهم القلب حنين تيبقاو في اتصال، ولكن الخوت ما تيبقاوش في اتصال. الخوت ما تيبقاو الوالدين تيتشتوا. وانا تنقول اليوم حنا جالسين تنهضروا، حنا جالسين نتوما عندي وانا جالس عندكم وتنقول في هاد العواشر وفات سيدنا رمضان اللي ماتوا لهم والديهم، فكر خوك اذا كان انت لاباس عليك هبط عنده في هذا العواشر، هبط عنده، حيت كاين اللي لاباس عليهم ما تيبقاش يشوف خوتهم دوك المساكن ما عندهمش، ما تيبقاوش يشوف فيهم. راه شفنا حنا بعض القنوات، شفت انا واحد الممثله واحد خوها تيهضر اختي فيها وما دارتش معانا وانا نجبد لها مستقبلها ونعري عليها وندير ونوريها واش تسوى وكذا وكذا. تنشوف شي واحد تيتهم اختو، واحد تيتهم واش ما خصوش يكون تماما. حتى الا كنتي اخوك لاباس عليه وما عطاكش الله يعاونو ودار فلوسه بطريقته،
صافي اخويا، بلا ما نبقى انا نشكي على عباد الله، انت وانا اخوك انت، والله ما يعرفني بخير عليه لاباس عليه، والله ما يعرفك ولا يطلع عليك. لا، ما تعاود الناس، خلي السرك عندك وقول واخويا هذاك الله يعاونه تا هو راه في تمارته مع وليداته، راه اختي هذيك الله يعاونها راه في تمارتها مع وليداتها. حسن ما توصل لك الهضره اللي قلتي عليه وشي واحد يقول له اخوك صاحبي ما تيسكتش، كنا تلاقينا قال لك كذا، عاد تزيد يجري، عاد تزيد تقطع معاه، عاد تزيد ما يحبش ما يحملهاش. هذه الهضره هذه راكم فهمت اش بغيت نقول لكم في هذا العواشر. عاودوا اللي والديهم ما عندهم شيء، اللي هما نقطه اللقاء فين تيتلاقاو الاولاد والوالدين، ما بقاش ديك النقطه، ما بقاش داك الكاروفور فين تيتلاقاو، داك المدار فين تيتلاقاو، ما بقاش داك الميتروبول فين غيتلاقاو، ما بقاوش. حاولوا تبقاو في اتصال، حيوا الاتصال مع خوتكم، حيوا معاهم. واخا تمشي عندها وتقول اختك ياك 3 سنين ما طليتي عنايا كنت راه معانا، كذب ولا اختي راه تماره، ويقول وحق الله الراس راه دايخ وهذا 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 وهذا. واحد النهار غبرت على اختي، انا غبرت على اختي واحد شهر 3 شهور، تشغلت والله غير تشغلت. وشفت انا من تعلق لي انا صاحبي كالعاده المسامنه هنا، شدني واحد شده بقات شاده، حسيت بانني غبرت بزاف. وتتشوف فيا وجلست حدايا وتتحط يدي وتتقاد لي شعري ديال تستمعنا، حسيت بانه توحشتني بزاف وندمت حيت طلت عليها. كلب تنشوفوه تقول العسكر ديال الميريكان من تيجي تيكون في الحرب وتيجي شوف تيوريو الكلب اش دار عليه، شوف الولاد اش تيديروا على باهم، المراه تدي على رجلها من تيجي، راه هكاك من ترجع عند خوك ولا عند اختك ما شافكش مده، راه تكون واحد التعليقه كبيره، سيرتو مسكين داك اللي قلبه مزيان تيفرح بها. فرحوا خوتكم، فرحوا خواتكم في هاد العواشر، وطلعوا عليهم اللي بعيد يهضر بالتليفون واللي قريب يمشي يطلع عليه.